يو واش بغيت معكم في فيديو جديد. الصراحه هاد البلان هذاك غندوي عليه شحال هادي مي وقعوا شي بلانات وانا فهمتيني كنت كنمونطي وقعوا لي شي بلانات مي رجعنا لكم فيديو جديد تكونوا عارفين من خلال المقدمه واللعبات اللي غادي ندويو. فبلا ما نطول لكم الدراري نبداو. ها هو خريستيان كتشوف في المول ما كندير شوبينغ في المول. الصراحه الدراري ما عرفتش كي غيبدا هاد البلان هذا وكي غيسالي علاش وكيفاش، حيت اخنوش زي في كلش الصاد ما خلاه حتى حاجه ما زادت فيها. والبلان الصاد اللي بقى دارني انا في راسي هو فاش ناض الكراش ما بين سكايمن والياس المالكي. كتشوف بزاف ديال العطايه وبزاف ديال اليوتيوبرز اللي كيديروا الرياكشن نايضين كيديروا ليها الرياكشن بحال فاروق بحال حمراطه بوسخاخ ديك مونيا فهمتيني بزاف الصاد منه وتاطوطو حتى هو. واللي كيبقى فيا الصاد هو ان سكايمن وياس المالكي مراد البيف هذا راه مدخلين زبابه ديال الفلوس وهما هاد الرياكشنات هادو كاملين غيتمرقوا على الاخر باش يدوزوهم ويضربوا الصريف. واللي كيبقى فيا هو ان بيبليك كيشد في الصبع الصاد كيربح والو، عوض ان اليوتيوبرز هادو اللي عندهم لي زابوني كتار يدويو على غلاء الاسعار والفضيحه اللي وقعنا في المغرب. لا ما كيدويوش كيدويو على الياس المالكي شنو دار الياس المالكي شنو دار الياس المالكي تعتقل. هون تا الصاط ندوي على الماده الاساسيه اللي تحتاج الهوايه ديالك في رمضان اللي هي مطيشه الصاط. مطيشه الصاط كنزيد شحال 3 دراهم ولا دابا كدير 13 درهم. اللحم البقري كان كيدير 65 ولا كيدير 90. اللحم الغنم ولا كان كيدير 65 ولا كيدير 100. بطاطا جوج كانت كدير 2 دراهم ولا كدير 8 دراهم. البصله كانت كدير 2 دراهم ولا كدير 10 دراهم ملي كتبكي. وزيد الزيت 10 دراهم كانت كدير دابا 10 دراهم ولا كدير 21 درهم. مازوت 8 ولا كدير 13. ليسانس 10 ولا كدير 14. بزاف ليته بزاف. راه الصاد واخا تعيا ما طير وتنقص راه هذا هو البيف الحقيقي. ودابا الدراري غنسمعوا شنو قال العز اخنوش بخصوص هادشي ديال المراقبه ديال المواد الغذائيه وكذا، حيت بنادم كاين اللي كيشوف الزياده كيزيد كيطلع بزاف. ونحن اليوم كحكومه ملزمون بمضاعفه التعبئه واليقظه من خلال رفع من مراقبه وضعيه تموين اسواق المملكه بالمنتجات الغذائيه وتعزيز الرقابه على مستوى التسويق والجوده وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازية. وأغتنم فرصة لقائنا في اجتماع اليوم لأدعوكم للقيام بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تمويل الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، فانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من أثرها تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم تحت إشراف السادة العمال والولاة. كما كتشوفوا الدراري هنا كيأكد عز اخنوش انه غيعزز مراقبة المواد الغذائية. زعما صدق اخنوش الهضرة حيت كاين بنادم فهمتيني دوك اللي كيبغي يدير فيها راسو مطور كيزيد مثلا مراشي كدير 13 كيزيد كدير 14 15 16 17 فهمتي، راه كاين اللي كيدير حتى 19. وين السطر بقات هاد الغلاء اللي يبقى هكاك راه مسكين السطر ما غاديش يعيش. السطر المسكين ما غاديش يعيش بهاد الغلاء. المهم ندير لكم وصلنا للفان ديال الفيديو هذا. متنساش الى عجبك ولو لقطه من هاد الفيديو تخلي معاك ديك لايك وسبسكرايب وفعل معاك خاصيه الجرس باش تكون اول كتشوف فيديوهات زيروكس. وكيف العاده كان معكم الزيرو وراه ما كاين غير منيك.